اللي عايزة تخلل بقى سردين او بسارية او فسيخ تخلله الايام دي، وبالذات في الشتاء لحد عندك شهر 3. وبالذات سردين الموزة ده بيبقى موجود في الشتاء وفي الشهور اللي هي اخرها حرف الر. ده سمك تجيبيه بقى الموزة تجيبيه يكون عينيه حمرا ويكون صابح كده. انا كنت جايباه بالمواصفات دي، بس انا قعدته عندي في التلاجة من تحت يومين 2، وقلت هخلله برضو ونشوف معاكم هيبقى حلو زي الصبح ولا لا. حطيت هنا 5 معالق ملح من اللي هي بتاعة الأكل، وعليها معلقة بابريكا، معلقة بابريكا برضو من بتاعة الأكل. ده على كيلو ونص سردين. لو انت عايزاه دلع حطي 4 معالق، لو انت عايزاه حادق يبقوا 6 معالق. بس انا هنا حطيت 5 معالق ومش هرمية، لا 5 معالق بقى موسطنين كده. وحطيت عليها شطة ناشفة بالبذور بتاعتها كده، تقدري تحطي اللي هي البودرة، بس انا بفضل دي. بتبقى لها شكل حلو كده، بتطرى وبتحمر كده، بيبقى شكلها حلو في وسط السردين يعني. وكمان حطي البذور لانها بتبقى حراقة قوي اكتر من جسم الشطة، وبتحفظ لك الحاجة. هنا بقى انا مش هحط في علبة في الاول، انا هحط في اكياس علشان خاطر ابقى اقلب الكياس براحتي. دي اكياس بصراحة جميلة جدا، ما نزلتش ولا بقعة مية. هنا حطيتها بقى، فتحت اول كيس كده على شكل علبة، ورصيت رصة من البابريكا والشطة والملح، رشة خفيفة كده. ورصي السردين كله متساوي جنب بعضه، ورشي عليه طبقة ملح. وبالذات التك شوية على الراس، يعني حطي زيادة شوية من عند الراس، لان هي اللي فيها يعني دم كتير والخياشيم وكده. الرصة التانية بقى، او كل رصة رصيها عكس التانية، الديل عند الراس والراس عند الديل. ورشي برضو رشة ملح. خلاص هخلص كل الطبقات، وزي ما بقولكوا توصوا من عند الراس شوية كده. رصيته كله معايا اهوت. خلاص خد حقه كده مظبوط. هربط الكيس بقى، بس قلعت الجوانت عشان ايه ما اعوزش الكيس من بره. ربطت الكيس بقى، هوي الهوا كده وبالراحه، ما تضغطيش عليه عشان السردينه دي رقيقه ممكن تتفعص وتبقى مش حلوه معاكي. ربطت الكيس اهوت بعد ما يعني خرجت الهوا منه. وهجيب كمان كيس لضمان ان ما ينزلش منه حاجه. وفعلا الأكياس دي زي ما قلت لكم نضيفة، ما نزلتش ولا بقعة في قلب العلبة بتاعتي، ولا عصيتها خالص. خلاص، بس هما كيسين 2 بس اهو. حطيتهم بقى في قلب العلبة. كل ما تكوني داخلة المطبخ اقلبيه، كل ما تكوني في اي وقت داخلة المطبخ اقلبيه. السردين ده قعد معايا 3 ايام بالظبط. السمكة صغيرة ومعلهاش قشرة ورقيقة، فشربت بسرعة وهيبقى مظبوط معاكي. بعد ال3 ايام جبت اهوت وحطاه على الرخامة، مش في اي حتة، يعني على الرخامة وسيبيه. هوريكم بقى العلبة ما نزلش فيها بقعة، مع اني كنت عمالة اقلبه كده وكده، شايفين؟ وصر المية بتاعته اهو، والعلبة شايفين نضيفه زي الفل. جبت هنا سرفيز معايا كده، وهحط عليه كيسين 2 علشان لما انضف ابقى اشيل الكيس بحاله كده وارميه في باسكت الزبالة اعزكم الله، وما بقاش بهدلت اطباق ولا حاجة اهو، كبير كده. قد ايه انا كنت قلت يعني انا قلقانه، انا كنت بجيبه صابح على طول واقوم عاملاها على طول. وبالنسبه لغسيله، انا غسلته وسبته اتصفى في المصفى مفيش 10 دقايق، اللي هو ما يبقاش فيه ميه بس. ونشفته بالمناديل، مش ان انا سبته ساعه ولا 2 ولا كده، لا انا بس عايزه الميه يعني اللي انا غسلاه بيها هي اللي تنزل، ونشفته بالمناديل. شايفين بقى الشطه كانت طريت واحمرت قوي زياده عن الاول ازاي، والسردينه طريه وجميله. شايفين بقى؟ انا طبعا مش هنضفها قدامكم بقى، كلنا عارفين تنظيف السردين، يعني انا بالمقص رحت قص راسها وقص ديلها، ورحت فتحاها وشلت السلة اهوت، ونضيفة وزي الفل، ما خدتش اي وقت خالص. كانت وردي بحمار بقى كده، جميلة جدا ومستوية، مستوية ما تقلقوش.
انا مش باكله في وقتها كده، لو انتوا عايزين تاكلوها في وقته كده رشي ليمون وزيت وكلي. بس انا بحب ايه اعتقه شويه في قلب برطمان في التلاجة، وهقول لكم ازاي. شايفين؟ بتتقطع يعني طريه، وزي ما قلت لكم دي كده مظبوطه، الخمس معالق مش ملانين، مظبوطه الطعم، مظبوط وسط على الكيلو ونص. عايزاها دلعه يبقى اعملي 4 معالق، عايزاها حادقه يبقى اعملي 6 معالق. خلاص، يا تزودي معلقة يا تنقصي معلقة. لو جه معاكي دلع اي حوادق عموما، اقسمي نص ليمونة، ورشي عليها شوية ملح، وعصري على السردينة او الفسيخة، واقفليها شوية عشان ما تسودش، الهواء لما بتصها بتسود. وبعدين افتحيها تاني وكليها، مفيش 5 دقايق هتبصي تلاقيها اتظبطت معاكي وبقت جميلة. بالنسبة بقى لو انت عاملة كمية او فضل معاكي حاجة، هاتي بقى ايه برطمان ويكون ازاز حلو جميل متعقم كده، وهاتي معاكي شوية زيت، قلبي فيهم شوية بابريكا، وشوية تكسري فيهم برضو قرون شطة بالبذر بتاعها كده، ونزليها، رصي السردين بتاعك في قلب البرطمان، ونزلي عليه خليط الزيت بالشطة بالبابريكا، وهيبقى بالشكل ده، وحطيه في التلاجة وبألف هنا.